السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على حبيب الله. إن شاء الله راكم كامل بخير وبصحة وبعافية يا رب العالمين. اليوم أنا خممت فيكم وجبت لكم طبق خفيف ظريف اللي هو الكباب الجزائري، طبق تقليدي بامتياز. كما راكم تشوفوا لهنا المقادير، عندي نص كمشة، نص كمشة ولا نص ربطة تاع المعدنوس، عندي حبة بصل متوسطة، عندي 5 حبيبات متوسطين تاع البطاطا، نقيتهم وحطيتهم في الماء خليتهم يطلقوا هذيك النشا تاعهم. لي زيبيس اللي هما عندي الملح، عندي شويه تاع الكركم، عندي فلفل اسود اللي هو الحرور، وعندي شويه نتاع توابل الشاورما. اللي ما عندهاش توابل الشاورما تقدر تعوضها بتوابل الدجاج، يعني هذه لمسه زياده. اللي يبغي يضيفها، اللي ما عندوش ما يضيفهاش. هنا بعد ما قطعت هذاك البصل وقطعت هذاك المعدنوس، نجو لهنا للطياب. في طنجره درت تقريبا 4 ملاعق نتاع الزيت يكونوا كبار، تزيدي معاهم بعدا ماشي ضروري نزيد معاهم ملعقه تاع سمن كيما ولفتكم انا طيابي كامل سمن ولا زبده، ونضيف له الزيت. نحط هذاك الفخذ نتاعي تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا. اللي ما عندهاش الدجاج تقدر ديري كباب بلا دجاج، يعني دجاج هذا راه زياده. ما عندكش ديري بطاطا وحمص ويلا. كيما راكم تشوفوا لهنا في دي الوصفه تقدري تزيدي وتنقصي واش عندك. انا كيما هنا ما كنتش منفخه الحمص صافي ما درتوش. اي لهنا بعد ما حمالي داك الزيت وبديت نقلي في داك الدجاج، زدت الملعقه نتاع السمن. هنا في دي المرحله خطره على خطره نبدا نقلب في هذاك الفخذ نتاع الدجاج ونعطي له هذيك التقليبه. كيما راكم تشوفوا لهنا بجي هاني دايره مقله نتاع البطاطا بعد ما قطعتها ودرتها تنقله. لهنا الفخذ نتاعي تاع الدجاج ان كان ديجا صاي بدا يدخلوا طياب، ماشي طاب 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 ولا تقلى، انا بدا يدخلوا طياب. في دي المرحله نزيد البصل، نحط الكميه كامله نتاع البصل، نعطي لها هكا تقليبه خفيفه ونقليها ونخليه يذبل لي مليح مليح ويجي لي هذاك اللون الذهبي، يعني يتكرمل. ومن بعد في دي المرحله نزيد لي زيبيس اللي هما كيما هضرنا فلفل اسود، الكركم، توابل الشاورما والملح. اللي تبغي تضيف الجامبو تزيد جامبو مرق دجاج. اللي ما عندهاش جامبو نورمال تقدر تعوضها فخذ الدجاج. يعني كيما هضرنا الاطباق الجزائريه دائما فيهم اضافات، تقدري تزيدي تقدري تستغناي، يعني جات طياب اذواق. نعرفوا باللي الكركم ثاني هذا ايبيس انا ما نستغناش عليه، اللي هو صحي يخلص الجسم تاعنا من السموم، هو والقزبر المطحون والزنجبيل وكلش، يعني يفضل انكم ما تستغنوش عليه في اطباقكم. لهنا مرة على مرة بديت نحي ونشوف ونعطي لهم تقليبة خفيفة ونقليهم مليح مليح. كيما نعرفوا سر الطياب في التقلية، كل ما التقلية تدي راحتها وتتقلى مليح راح يجي الطبق تاعكم بنين. وانا كيما عودتكم ثاني كم ملاحظة لي زيبيس عمري ما نحطهم في الاول، نحطهم دائما بعد ما شوية يتقلى لي هذاك البصل، باه يطلقوا لي البنه تاعهم. يكون الدجاج تقلى وحده طلق لي بنه في الزيت، وبعد نزيد البصل يتقلى يطلق لي بنه وحده في الزيت، ومن بعد نزيد لي زيبيس مع بعض راح يعطوني مذاق رائع للاطباق نتاعي. هنا في المرحله راح نزيد هنا ديك نص ربطه تاع المعدنوس قسمتها على 2، نص درتو ولا هنا في هذا الطنجره خليته يتقلى، ونص خليته بعدها في الاخير للتزيين نزين به الطبق تاعي. هنا نعاود نرجع مرة على مرة كما قلت لكم. كما راكم تلاحظوا اللي هنا خليت التقلية ادات لي راحتها وطابت لي في عقلها. في المرحلة راح نزيد عليهم الكسرونة نتاع الماء. اللي ما تبغيش الماء بالزايد تقدر تنقص، انا درت هذه الكمية باسكو في الاخير على بالي رايحة هذيك البطاطا تشربها لي كي وراح تجي لي ناشفة. لهنا خلي الدجاج يكمل طيابه، يعني زيدي طيب مليح مليح وهذيك تدي غليه. هنا بعد ما جيت طليت عليه نصيب الدجاج صاي طاب، نحطه بجيه كيما راكم تشوفوا. حطيته ذاك الصحن اللي كنت دايره فيه لي زيبيس، ها كيما نعرفوا ماشي كل حاجه نديروا لها طبسيها والله. ايا والبطه ثاني كانت طابت، قلبتها في هذاك المرق، نخليها ثاني تشرب لي هذيك المرقه والزيت ديالي غليه. وهنا بجيه وجدت 3 حبيبات نتاع البيض، زدت لهم الكمشه نتاع المعدنوس كيما راكم تشاهدوا. من بعد لهنا نزيد هذاك البيض للمرق مع البطاطا. كيما نعرفوا البيض ثاني يزيد يخدر لنا المرقه نتاعنا. وهذا الكباب واش نقول لكم بنه وعليه الكلام، طبق ما شاء الله خفيف ظريف لوليداتكم، ديريه فطور، ديريه هكا ما صديش طيبيه ما كان عندك والو، عندك غير بطاطا وبصل، تكلي على ربي وطيبيه ويجي بنين ويشهي. شهيتكم في الجنه يا الحباب. هنايا ما شاء الله بعد ما طفيت عليه
كما راكم مازالوا ديجا يتكتك. نقلب هذاك الفاخذه نتاع الدجاج. انا راح نقدم فيه هذا الطاجين اللي طيبت فيه. مانيش راح نستعمل البصل بزاف باسكو راني غير انا وماما وخويا، صافي لاه عليا نديرها بكل الاطباق وكلش. حطيت هذا هكا طبق كديكور يعني كتقديم، ونحط لهم اطباق صغار انديفيدويل من هذه طنجره نولي نقسم لهم. فهمتوا؟ ما بغيتش هذا البيض وهذا المنظر اللي شهي يخسر لي في طباصه هكا كي نحط لهم ما يجيهمش منظر يشهي هكا بعدا كي يشوفوه يبان لهم الله الله. ايوا وشوفوا ما شاء الله راني ذقت معاكم شويه. واش نقول لكم على البنه؟ الله الله راح نزيد نذوق باسكو انا حلات لي خلاص. راح نزيد معاكم ديال شويه ونقول لكم شهيتكم في الجنه، ونتمنى منكم تجربوا الطبق تاع نهار اليوم، وخلوا لي رايكم في التعليقات. ما تنساونيش بالدعم تاعكم، الجيم والاشتراك في القناه، ونقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.